السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد او وصفه جديده. كيف ما عودتكم كل ما هو سهل ولذيذ. اليوم ان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم الوصفه، انا متاكده. غنحضروا طاختو بوم او كيك ديال التفاح بمذاق ديال القرفه والفاني اللي كتجي رائعه. كما كتعرفوا التفاح كيتواتى بزاف مع القرفه، ميلونج ديال الفاني والقرفه كيعطي له جو خطير. اليوم هاد لا طاخت غتولي معتمده عندكم، غتجربوها وغتنال الاعجاب ديالكم وغتنجح معكم من اول تجربه. كتجي معلكه ولذيذه. تابعوا معايا الوصفه حتى الاخر. بالنسبه للمكونات غنحتاجو 3 ديال البيضات اللي كيكونوا محرره ديال المطبخ، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملحه، ياغورت بالنكهه ديال الفاني، جوج ديال بودره ديال اللوز، جوج كيسان ديال الدقيق، ساشي ديال سكر فاني وساشي ديال بيكين باودر. في بول غندير هادوك 3 ديال البيضات اللي كيكون الحجم ديالهم متوسط، وكنخرجوهم قبل من الثلاجه الا كانوا متواجدين في الثلاجه. من بعد غنزيد عليهم كاس ديال السكر، ساشي ديال سكر فاني، غنطلع الكل مزيان حتى كيتضاعف لي الخليط. هاد المرحله في اي كيك هي المهمه باش تنجح معكم الكيك وتجيكم اسفنجيه. ديما خلطوا السكر سنيده مع سكر فاني والبيض حتى كيطلع وتضاعف الخليط ديالهم ويولي الخليط بيض، هكا باش كينجح معكم الكيك. من بعد غنزيد ليهم كاس ديال الزيت. بالنسبه للعبار دائما كنعبروا بكاس ديال العنبه. انا هنا حاولت نعطيكم ما امكن العبارات مضبوطين. من بعد كنزيد ديك قريصه ديال الملحه اللي ضروريه في اي كيك اي حلوه، كنديروا قرصه ديال الملحه باش كتصحح لينا الذوق. غنزيد ياغورت بالنكهه ديال الفاني. صدقوني الميلونج ديال الفاني مع القرفه كيتواتاو بزاف، كيجي واحد لوغو رائع. ولو تكونوا اول مره غتجربوا كيك ديال التفاح اولا كديروها بشي طريقه اخرى، هاد الطريقه غتولي معتمده عندكم. غندير واحد الخلطه خفيفه باش يتماسك ليا داك دانون مع الخليط ديال البيض اللي طلعت. دابا غندوز النواشف. هنا غنخدم غير بالطراب يدوي. غندير جوج ديال المعالق ديال البودره ديال اللوز اللي طحنتهم بالقشره ديالهم، كيزيد واحد لوغو خطير لهاد الكيك. غنضيف كاس ديال الدقيق مع ساشي ديال الخميره ديال الحلويات. اول حاجه غندير غير كاس، من بعد غادا نزيد الكاس الثاني بالدفعات. بالنسبه للدقيق نتوما ما تعتمدوش على جوج كيسان، على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم واش كيشرب ولا لا. انا بالنسبه ليا هزت ليا جوج ديال الكيسان، وكذلك على حسب الحجم ديال البيض. كنخلط هكا غير بشويه ماشي بزاف، باش هذاك البيض اللي طلعت في الخطوه الاولى ما كيهبطش. كما لاحظتوا انا درت الكاس الثاني غير كميه، وخليت واحد تقريبا 4 ديال الكاس حتى نشوف الا باقي خاصني وغنزيدو. كما قلت لكم نخلطوا بشويه حتى نحصلوا على العجين اولا الخليط ديال الكيك اللي حنا خاصنا. شويه كيكون ثقيل، مولفين الكيك كنديروا ما ثقيل ما خفيف. بالحق القهوه ملي مولفين كنديروه غديروه ثقل منه واحد شويه ماشي بزاف. غتشوفوا معايا في اخر فيديو. زدت هذاك 4 ديال الكاس اللي خليت من قبل وغنميلونجي الكل مزيان. من بعد ما كنخلط كنحط الخليط على جنب، كندوز نقطع واحد التفاحه اللي كنقطعها مربعات صغار باش كنديروها وسط الخليط، كتعطي واحد التعليكه رائعه. شوفوا معايا القياس، مربعات صغار.
صافي في هذا الاثناء كنجيب هذاك الخليط وكنضيف له هذاك التفاحه اللي قطعت. شوفوا معايا القوام ديال الخليط كيكون شويه ثقيل، بالحق ما تخافوش منه، راه الكيك كيجي خفيف بزاف ملي كيطيب. كنبقى نميلونجي من الفوق للتحت كما قلت لكم باش هذاك البيض ما كنهبطوش. في هذا الاثناء كنجيب المول اللي كنكون دهنته بالزبده وغبرته بالدقيق. بالنسبه لي انا كنفضل المول ندهنه بالزبده، ممكن نتوما تدهنوه بالزيت. كنخوي هذاك الخليط ديال الكيك ضروري كنطلعوا شويه يدينا الفوق باش هكا يدخل لينا داك الهواء في الكيك. كنبقى نسرح بدك بسباتول في المول كامل ونحاول انني ندي داك التفاح الكيك في المول كامل باش هكا تجي الطبقه كامله عامره بالتفاح، ماشي جهه فيها التفاح وجهه لا. صافي كنقاد الجوانب وكنديرو على جنب وكندوز نحضر التفاح اللي كنشنفو هكا كما كتشوفوا هاد لي طرونش بحال هكا كيجيو شويه رقاق. انا كنخدم معاكم بطريقه باش خدمت الخليط كيفاش خلطته مباشره، قطعت التفاح حطيته في المول. دابا غندوز التفاح، ممكن توجدوا التفاح في الاول باش ما يكحلش لكم كديروا ليه واحد القطيره ديال الحامض. انا خدمت بهكا دقه دقه، راه واخا تخليو الخليط في المول ومحطوط على جنب بما قطعتو التفاح راه ما عندهم ما يطرى ليه. كنستف بهذه الطريقه على شكل دوائر. تزيين ولا الطريقه ديال تستاف ديال التفاح ممكن تستفو كما بغيتو. غنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي ديال التفاح على المول كامل. غنخليها على جنب وغندوز للتزيين. غنزين برقائق ديال لوز ايفيلي، معلقه تقريبا كبيره ديال سكر سنيده، غنزيد عليها واحد شويه معلقه صغيره ما عامراش ديال القرفه. كنخلط الكل. ممكن ما ديروش السكر سنيده مع القرفه وديروا القرفه لداخل في العجين، وديروا هنا في هذه المرحله ساشي ديال سكر فاني اللي بغيتو. انا درت هكا القرفه باش منها كتكرمليزا داك التفاح وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللون. كنغبر هذاك التفاح كامل بداك السكر سنيده والقرفه. غنزيد واحد زين خفيف باللوز ايفيلي، ممكن تخليوها هكا تكتفيو بها نتوما اللي كتفضلوا. هنا شعلت على الفران اللي كيكون ماشي سخون بزاف، كتدخلوها طيب من التحت وعاد كطيبوها من الفوق باش كما قلت لكم تكراميليزا هذاك التفاح من الفوق. منين كطيب كتجيبوا معلقه ديال الناباج اولا معلقه ديال المربى ديال المشماش اللي كتفضلوا باش هكا كي تجيكم ديك الكيك مذهبه كتبري وفي نفس الوقت كتزيدها حتى مذاق. كندهن انا الناباج هو اللي كان متواجد عندي، ما عنديش المربى. صافي كندهن الكيك كامل من الفوق حتى كتبرد الكيك بطبيعه الحال. هاد الخطوه ما نديروها حتى نبغيو نقدموه، من الاحسن باش هكا داك لابغيونس تكون باقا شاده شويه وباقا حاضره. صافي كتقدموا الكيك بالصحه والراحه، كيجي خفيف لذيذ معلك من الداخل. شوفوا معايا انا نقسم معكم الطرف باش تشوفوا عن قرب. شوفوا التعليكه وشوفوا لي داك التفاح كيفاش كيعطي واحد المنظر من الداخل. صراحه كتجي ولا اروع، لذيذه بزاف. كما قلت لكم اللوغو ديال القرفه مع الفاني كيجي رائع، وصفه تستحق تجربه. شوفوا معايا الكيك واخا ثقيل ما تخافوش منه، راه كيجي خفيف بزاف. هذيك التفاحه اللي قطعناها من الداخل كتعطيها واحد التعليكه ولا اروع. وصفه ديال اليوم الناجحه ولا تكوني اول مره غتجربيها اولا تكون معتمده عندك واحد الضغط ديال التفاح كديريها، من اليوم غتانيليها وغتعتمدي على هاد الضغط. غير جربيها، وصفه رائعه كتستحق. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها.
الى اللقاء، نتلاقاو في وصفة جاية ان شاء الله.